أنا راح أجيب شخص نقول مشهور على السوشيال ميديا، هذا من راح أجيبه إلا من السوق للعمل. اليوم السوشيال ميديا مدى تأثيرها على الفنان العراقي؟ يعني اليوم نشوف بلوجرات ربما ماخذين مساحة عفوا من الكلمة لكن أكبر من الفنان العراقي. أنا تمنيت هذا يكون اللقاء على جلسة مطولة، لأنه أكو هنا مرات هسه شفتك من سألتك يا أخي. بس كلمة واحدة أقول للجمهور: رمضان مبارك عليكم، بس فرقوا بين الشهرة والشهيرة. هذا أخذوا مكان الفنان لا العراقي. لا 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 لا، مستحيل، ما يصح له. صحيح عندنا نخبة، احنا الطفل اللي عندنا اللي يشاهد حاليا أكبر محلل صار من يباع العمل، الشخص العادي المتفرج يعني المتلقي أو المشاهد. احنا مجرد اللي صار واللي حصل. هذا العملية خطأ. أنت من تجيب لي الساحة للجميع، مو ملك أحد، حال الرياضة. نعم صح. بس بنفس الوقت أنا من راح أجيب شخص نقول مشهور على السوشيال ميديا، هذا من راح أجيبه المن السوق للعمل. مو احنا كسر مشاهدات المسلسل. لا يا حبيبي، اكو فرق هنا، اكو فرق حبكه فنيه. انت السوق خارج اسوار حدودنا، حتى بانه هذا معروف خارج الحدود. انت ما العالم كلها دا يعرفون هذا شنو موضوعه على المواقع اللي موجوده على السوشيال ميديا او اللي هي موجوده، مع احترامات اللي يقدمون فن حقيقي من جماعه السوشيال ميديا. احنا مو كل اصابعنا سوي مثل ما نقول، بس يا ترى دا تدور مشاهدات او دا تدور اي مشاهدات، مرات المسبه اكثر من المدح. فاحنا هاي صاروا يرتكزون عليه انه هو الغلط بالبوستات بالهاي انه يصير ترويج سلبي او انتشار سلبي، لكن هو يريد انتشار. هو هذا اللي يريده، صعود تعليقات، صعود البيج، صعود بانه فلان يعني ياثر على الفنان العراقي هذا ياثر حتى على الاعلامي بصوره عامه. الانسان الفنان الاعلامي الصحيح الماشي، العالم هي اللي تقدره وتعرفه وتوزنه، تعرف انه هذا منجرف لهذا الخط. فبالتالي النتيجه هي واحده، راح يعرفون بانه هذا من هذا التطبيق طالع او من هذا البرنامج طالع، وهذا طالع اكاديمي، وهذا طالع من معهد او كليه وده يقدم فن حقيقي. فاخيرا نقول ما يصح الا الصحيح، واللي يثبت حاله هاي الساحه الكل على قولته والممثل لو اللاعب هذا الميدان يا حميدان.